كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أقرب أصدقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان أول الرجال الذين آمنوا برسالة النبي محمد ووقفوا إلى جانبه في الأوقات الصعبة. عرف أبو بكر بإيمانه الراسخ وكرمه الكبير. كان رجلا ذو عقل وحكمة عميقة، وبرزت هذه الصفات عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف أمام المسلمين وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عندما تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله، كان يواجه تحديات كبيرة. إنها فترة أزمية ومفتوحة على مختلف التحديات، سواء في الحفاظ على وحدة المسلمين أو في مواجهة المرتدين. كان قد ارتكز في قيادته على القرآن الكريم وسنة النبي محمد. كانت خلافته مثالا للقائد العادل ورفيق الذي يضع نفسه في خدمة الناس. لم يكن يدخر جهدا في نشر العدل وتعزيز الأمن والرفاه بين المسلمين. في وقت الخلاف السياسي والشقاق، استمع إلى الجميع وسعى لحل المشاكل بالحكمة والتروي. ويروى أنه كان يصرف على الأرامل والمساكين من ماله الخاص، ويتفقد أحوالهم بنفسه، حتى كان يعرفه أهل المدينة باهتمامه العميق بمساعدتهم. ولقد وقف في وجه الظلم وأصر على إنهائه مهما كان ثمنه. كان من أبرز أعماله جمع القرآن الكريم في مصحف واحد للحفاظ على كلام الله للأجيال اللاحقة. لقد ساهم هذا العمل بشكل كبير في الحفاظ على القرآن من التغيير والتحريف. تعاطفه وحزمه في نفس الوقت جعل منه قائدا محبوبا ومقدرا. إن النهج الذي تبناه أبو بكر الصديق في الحكم والإدارة حتى يومنا هذا يعتبر نموذجا يحتذى به في القيادة الإسلامية. المغزى من حياة أبو بكر الصديق يدخل في الإيمان الراسخ بالله وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد، مع المحافظة على العدل والرحمة في كافة شؤون الحياة.